Did Ray fall? Was he pushed? Police found no one who could place Ray inside the Belvedere that night. And this guy just ends up dropping out of the sky and ending up in a conference room and no one knows anything. وسط واحد المدينة عامرة بالحياة، شاب طموح كيختفي بلا أثر. من بعد أيام قليلة غادي يكتشفوا الجثة ديالو في بلاصة مستحيل يوصل ليها بسهولة، وزيد عليها ورقة غامضة اللي محتواها حير حتى خبراء ال FBI. هادي ماشي قصة عادية، هذا لغز موت راي ريفيرا. تزاد راي ريفيرا نهار 10 يونيو 1973. كان رجل مرح وعنده حس فكاهي، وكان كيعطي أهمية كبيرة للعائلة ديالو، وكانت عنده فوبيا وحدة اللي هي المرتفعات. وزيد عليها كان صحفي وكاتب، وكان باغي يولي كاتب سيناريوهات، وهذاك هو حلم الطفولة ديالو. وفي سنة 2004 ومن بعد الزواج ديالو من أليسون انتقلوا هو وياها من نيويورك لبالتيمور. حياة راي ومراته أليسون كانت فحال أي كوبل يلاه بادي حياته الزوجية. الحب كان حاضر بقوة بينهم، وكل شيء اللي كيجمعهم كان باين فيه الانسجام. ما عمر الناس اللي كيعرفوهم شافوهم في مشاكل سواء كبيرة ولا صغيرة، بالعكس كانوا كيبانوا بحال ثنائي مثالي. وأليسون كانت واقفة مع راجل ديالها بكل ما عندها، غير أن الواقع المادي ما كانش مساعد بزاف. أليسون حتى هي كانت خدامة وكتعاون راي في اللي كتقدر عليه، ولكن الدخل ما كانش كيغطي كامل المصاريف. ووسط هذه الظروف جا الحل من عند صديق راي القديم بيل بورتنر. طبعا الخدمة اللي اقترح صاحب راي عليه ما كانت كتمد الخدمة ديالو بحتى شي صلة، لكن راي ما ترددش، يمكن باش يبدا صفحة جديدة ويضمن الاستقرار اللي كان كيتسناه. وهكذا راي خدا منصب كصحفي في المجال المالي في شركة ستانسبوري اند اسوسييتس. وكيدوزوا الأيام عاديين حتى وصل نهار 16 ماي 2006، النهار اللي غادي يبدل كل شيء. داك الصباح ناضوا راي وأليسون بحال أي نهار آخر، فطروا مع بعضهم، ضحكوا شوية، من بعد أليسون جمعت حوايجها باش تمشي لاجتماع عمل كان عندها داك النهار في مدينة بعيدة على بالتيمور بتقريبا 3 ديال السوايع. الوداع كان عادي بحال ديما، لا هي ولا هو كانوا عارفين أن داك الصباح غادي يكون آخر مرة كيشوفوا فيها بعضياتهم. ومع قرب وقت المغرب وبالضبط مع 6:30 تقريبا ديال العشية، أليسون وصلت للأوتيل اللي غادي تبات فيه في المدينة اللي كانت عندها فيها خدمة. لكن وهي داخله لبيتها ما كانت عندها حتى شي فكرة على المفاجأة الصادمة اللي كانت كتسناها ساعات قليلة من بعد. منين دخلت أليسون للفندق ارتاحت شوية، ومن بعد قررت تعيط لراجلها راي باش تحكي ليه كيفاش داز نهارها في الخدمة. دوزات الرقم، تليفون كيصوني وكيصوني مرة وجوج وثلاثة، ولكن ما كاين حتى جواب. هنا بدات الشكوك كتصدر في بالها. عيطات لصاحبتها كلوديا اللي حتى هي كانت مقربة منهم، حيت راجلها هو بيل بورتر اللي هضرت عليه في الأول، وهو صاحب الطفولة ديال راي. هاد النهار بالذات كلوديا كانت معاهم في الدار، وأليسون تقلقت على راي وسولتها فين هو، راه كنعيط ليه وما كيجاوبش. كلوديا جاوبتها ما عرفتش، ولكن 6 وشي دقائق جات ليه مكالمة، ومن ثم خرج كيجري، ركب الطوموبيل ومشى. هاد الكلمة وقعت بحال صدمة على أليسون. راجلها خرج بالزربة من الدار بحال وقع شي مصيبة، بلا ما يبدل حوايجو وبلا حتى ما يبدل صباطو، لابس غير بانطوف ديال الدار، ومن بعد مكالمة غامضة خرج كيجري. وأي وحدة في بلاصة أليسون غادي يجيها نفس الإحساس، الخوف والقلق، حيت راجلك كيختفي بهذه الطريقة ماشي أمر عادي. أليسون في داك الليلة حاولت تهدي راسها، وقالت يمكن جاتو شي حاجة مستعجلة في الخدمة اللي خلاتو يخرج بهذه الطريقة، وغادي يرجع في أقرب وقت. لكن مع الفجر وبالضبط مع 5 ديال الصباح اللي هو 17 ماي، صونا التليفون ديال أليسون،
وكانت هاد المرة كلوديا. قالت ليها وهي متوترة راجلك راي مازال مرجعش للدار. في هاد اللحظة ما بقاتش أليسون قادرة تبقى في الأوتيل، جمعت حوايجها ورجعت بالزربة لبالتيمور. وأول حاجة دارتها عيطات لعائلة راي وحتى عائلتها باش تخبرهم من البارح من السد العشية راي خرج وما بانش عليه حتى شي آثار. الدار في هاد اللحظة تقلبات بحال مكتب التحقيق. العائلتين بجوج شمروا على دراعهم وبدات رحلة البحث. عيطوا للناس اللي كيعرفوهم كلهم، سولوا في سبيطارات، حتى وصل بيهم الحال يسولوا واش عندكم شي جثة مجهولة الهوية، ولكن بلا فايدة. راي اختفى كأنه تبخر. ووسط هذا القلق الوالدين ديال أليسون اقترحوا فكرة. قالوا خصنا نربحوا الوقت ونخرجوا نقلبوا بالسيارة ديالنا، يمكن نلقاو الطوموبيل ديالو في شي باركينغ ديال مطاعم ولا مولات ولا اي بلاصه يقدر يمشي ليها. وبين ما هما كيقلبوا الام ديال أليسون عينيها طاحت على طوموبيله راي مباركيه قدام عماره كبيره، وداك الباركينغ خاص ماشي اي واحد يقدر يدخل ليه. عيطوا بالزربه لأليسون باش تجي تاكد، ومنين وصلت وتاكدت انها فعلا سياره راي زادت الحيرة أكثر وأكثر. واش يتسناو البوليس؟ واش يبداو يقلبوا في العمارات وحدة بوحدة؟ هنا جاو رجال الأمن وفحصوا الطوموبيل وما لقاوش عليها أثر ديال السرقة ولا شي حاجة أخرى. واضح أن راي هو اللي ساقها وجابها حتى لتما، ومن بعد اختفى بلا ما يخلي حتى أثر. النهار كامل دا استقلاب، تقلبات المنطقة كلها والنتيجة وحدة، راي غبر والسيارة ديالو بقات شاهدة على آخر خطة ديالو. والمعلومة اللي غادي تبدل مجرى القصة كاملة بانت نهار 22 ماي، يعني 6 أيام من بعد اختفاء راي. الطوموبيل ديالو تكتشفات في باركينغ قريب من الخدمة ديالو، ومن هنا دائرة البحث صغرت بزاف، وكل الشكوك تركزت في داك الحي اللي لقاو فيه الطوموبيل. المنطق كيقول إلا كانت الطوموبيل هنا راي خاصو يكون قريب ولا على الأقل يخلي شي دليل. ولكن المفارقة الغريبة هي علاش سيارات باركاز غير حدا الخدمة وماشي في المبنى اللي فيه الشركة ديال راي؟ واش بالصدفة ولا اختيار متعمد؟ هاد التساؤلات كلها خلات أليسون والعائلة يرجعوا يشكوا أن المكالمة الغامضة اللي خلات راي يخرج داك النهار مزروب من الدار كان المصدر ديالها هي الخدمة ديال راي. وهاد الأحداث كلها غتجيبنا النهار 24 ماي، يومين من بعد ما تكتشفات السيارة. الزملاء ديالو في الشركة قرروا يبدلوا خطة البحث. هاد المرة ما غاديش يقلبوا في الشوارع، ولكن من الفوق في الأسطح. وباش نوضح لكم الصورة شوية، عندنا 3 ديال العمارات لاصقين في بعضهم. العمارة الأولى هي سطح ديال باركينغ كبير، والعمارة الثانية هي بنية حانية شوية على الباركينغ، يعني تقدر تنقز من الأولى للثانية، لكن المخاطرة كبيرة، غادي تصاب بجروح ولا حتى كسور ممكنة. وعندنا العمارة الثالثة هي الأعلى فيهم كلهم. هنا بالضبط رحلة البحث غادي تاخد منعطف جديد، منعطف اللي غادي يكشف واحد من أغرب الألغاز في القضية. صحابه وهما كيقلبوا من الفوق عينيهم جات على حاجة ماشي عادية، فتحة غريبة في سطح العمارة الثانية اللي حانية على سطح العمارة ديال الباركينغ. ما كانوش عارفين واش هذه حفرة مقصودة من إصلاحات ولا شي حد طاح من تما ودارها. لكن المفاجأة الكبيرة كانت قدام الفتحة، فردة ديال بانطوف. هنا ما بقى عندهم شك، عيطوا للبوليس في الحين باش يتأكدوا شنو كاين. رجال الأمن تواصلوا مع الحارس المسؤول على المبنى. في الأول تردد وما بغاش يفتح ليهم، حيث قال لهم أن البلاصة غير قاعة اجتماعات قديمة مهجورة وما كيدخل ليها حتى حد. لكن تحت الضغط اضطر أنه يفتح الباب. وأول ما دخلوا ما شافوش شي حاجة، ولكن حسوها. ريحة قوية خنزات البلاصة، وتبعوا الريحة حتى وصلوا للمشهد الصادم. راي ريفيرا جثة هامدة
طايح وسط القاعة، والطيحة ديالو هي اللي سبات في داك الثقب اللي بان من السطح. بالنسبة لأي واحد عادي الصورة واضحة، راجل طاح من الفوق ومات، صافي الحكاية مسدودة. حتى البوليس دار نفس التحليل واعتبروها مجرد حادث. لكن التحقيق ما وقفش هنا. المحقق مكلف بالقضية شك في هذه الخلاصة، خصوصا ان يخرج تقرير الطب الشرعي. الجثة ديال ري ما كانش كتبان مكسرة بطريقة عادية، بالعكس كانت مدقدقة بشكل غريب. اي واحد غادي يطيح من داك العلو غادي يتكسر، ولكن نوعية الكسور والتمزقات اللي كانت في الجسم ديال ري ماشي مطابقة مع السيناريو ديال الطيحة العادية. كان عنده تمزق في الرية وكسور ماشي طبيعية في الرجلين وحوايج أخرى ما ركباش مع الصورة. ولهذا السبب الطب الشرعي سجل الوفاة ديالو بعبارة غامضة اللي هي سبب الوفاة غير معروف. وهنا غادي ندخلوا لعالم النظريات اللي خرجت تماشيا مع تحقيقات البوليس. عقلتوا فاش قلت لكم أن ري كان عنده فوبيا قوية من المرتفعات؟ وحدة من هاد النظريات كتقول أن ري هو اللي سيب راسه من الفوق، لكن هاد الفرضية وقفت قدامها أليسون شخصيا. منين مشات للبلاصة اللي طاح منها ري باش تشوف بعينيها، قالت بصراحة كنت غادي نموت بالخلعة. حتى هي عندها نفس الفوبيا ديال المرتفعات بحاله، وقالت مستحيل، كيفاش واحد كيخاف من المرتفعات بهاد الدرجة يقدر يسيب راسه؟ مستحيل ري يكون انتحر. هاد الشهادة ديال أليسون زادت من الغموض وخلت هاد النظرية ديال الانتحار تبان ضعيفة قدام اللي كانوا عارفين ري مزيان. الشرطة بقت متمسكة بالنظرية ديال الانتحار، ولكن مراتو أليسون والمعارف ديال ري كانوا متأكدين أنه مستحيل يديرها. الغريب هو أن فاش لقاو الجثة التليفون ديالو كان الباتري مازال لاصق فيه ومحطوط حداه بلا حتى خبشة، والنضادر ديالو ما فيهم حتى خدش، والبانطوفل وحده لقاوها في السطح والثانيه حداه، ولكن باين فيها اثار ديال شي حد جرو وهو لابسها حيت تفتحات من القدام. وبالنسبه لكاميرات المراقبه ما كان حتى دليل على انه دخل المبنى، والكاميرات اللي في السطح بالضبط كانت مخسره في ذاك النهار. اما الحفره اللي لقاو فيها ري كانت صغيره وعلى قدو بالضبط، يعني العباره ديال طح فيها على وقفتو، والارضيه ديالها فيها معدن، يعني الا هو تقبها بالطيحه ديالو خاصو يكون جسمه كامل مخبوش فيها. والمفاجاه هنا طبعا ما لقاو حتى نقطه دم وسط الحفره، رغم ان الطيحه من داك الارتفاع مستحيل ما تخليش جروح ولا دم. أليسون والعائله ديال ري كانوا متاكدين ان الوفاه ماشي انتحار ولكن جريمه، وهذا الشك ما جاهمش من فراغ. واحد النهار طبيبة التشريح اللي كانت خدامة في القضية تواصلت مباشرة مع أليسون وقالت ليها كلمة غامضة: أنا عارفة شنو باغيين يديروا. وما كملاتش، لكن من الطريقة اللي قالتها كان واضح أن الملف باغيين يسدوه على أنه انتحار، بينما الأدلة على جثة ري كانت كتقول العكس. الكسور ديالو ماشي كسور ديال طيحة عادية، بالعكس بحال شي سيارة ضرباتو بقوة من بعد زادو وحطوه في داك البلاصة باش يبان على أنه طاح. التحقيقات رجعات لنقطة البداية، المكالمة اللي خرجت ري من الدار داك النهار منين تبعوها لقوها جاية من شركة ستانسبوري، الشركة اللي كان خدام فيها ري، ولكن من جاياش من موظف محدد. المكالمة خرجت من غرفة الاتصالات، يعني أي واحد يقدر يستعملها باش يستدرجوا على برا. هنا البوليس حاول يستجوب الموظفين، والصدمة كانت أن الشركة رفضت بشكل قاطع وقالت ممنوع تهضروا مع أي موظف إلا عبر المحامي ديالنا. حتى الصديق القديم ديالو بيل بورتر اللي في الأول كان متعاون وقف كل التعاون. هذه التصرفات خلوا الأنظار كلها تركز على الشركة، والشكوك بدات كتكبر. واش السر من وراء موت ديال ري مخبي تما؟ ووسط هاد الحيرة كلها أليسون بدات كتقلب في الدار على أي دليل يقدر يفسر ليها شنو وقع. دخلت المكتب ديالو وسط الأوراق لقات واحد الورقة متنية بزاف ولاصقة بالسكوتش بالتخبية من وراء الكمبيوتر ديالو. منين حلاتها لقات كلمات ورموز غريبة ما مفهوماش، والتاريخ اللي كان مكتوب فوقها كان بالضبط نهار 16 ماي 2006،
يعني النهار اللي اختفى فيه راي. ال FBI شاف الورقة وما وصل حتى نتيجة، قالوا يمكن دليل على اضطراب نفسي، ولكن أليسون كانت متأكدة أن فيها سر كبير، وبقات كتحاول معاها وتحلل الرموز حتى وصلت لواحد الجملة اللي كتستعمل في المحافل الماسونية. ومن هنا خرجت نظرية جديدة، واش راي كان عنده علاقة بالماسونية؟ اللي خصكم تعرفوه هو أن في 2006 هاد المواضيع ما كانوش طالعين بحال دابا، كل شيء كان سري وغامض. وزيد على هاد الشيء أن راي كان مهووس بالمنظمات السرية، وكان كيتبع أخبارها بشكل مبالغ فيه، وهاد الشيء بشهادة مرته أليسون. بعض المصادر كيقولوا أن في نهار اختفاء ديالو يمكن شي شخص من محفل ماسوني هو اللي اتصل به وتلاقى معاه في داك النهار. والورقة اللي لقات أليسون فيها أسماء مشاهير ماتوا بطرق غامضة، وبعض منهم تقال أنهم انتحروا، كل شيء مكتوب برموز ومتشابك مع أفكار الماسونية. دابا السؤال اللي باقي معلق، واش راي كان غير عنده فضول وكيتعمق في الموضوع باش يستلهم فيلم جديد، واش فعلا كان باغي ينضم لهاد المنظمات السرية باش يفضحهم من الداخل، ولا بصح انخرط معاهم اصلا وغادي يكون داكشي اللي عرف اكثر من اللازم هو السبب في موته. الحقيقة الوحيدة اللي كيبقاو متأكدين منها هي ان الفضول كيقتل القطة، وهذا المثل كيتطبق بالحرف على قصة راي ريفيرا. There's an answer out there. Somebody knows something. And if that's just seeing him or the phone call that was made, there's an answer out there. شنو رأيكم انتوما؟ واش فعلا راي كان ضحية مؤامرة كبيرة ولا غير حادث عابر كبرات الشكوك؟ كتبوا لي رأيكم في التعاليق وخليونا نعرفوا النظريات اللي شدتكم أكثر. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم الجديد، حيث عندي بزاف ديال القصص اللي غادي تخليكم تعودوا تفكروا 1000 مرة قبل ما تصدقوا الرواية الرسمية. كنت معكم أنا نونا ستوريز، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو في راسكم، باي.